عندما تختار أنت الرحيل 3/4 تعبك سيزول، لن تشعر بتعب أبدا. هذا لو اخترت أنت الرحيل. أما لو أنك بقيت حتى يتم ركنك جانبا ستتعذب كثيرا يا ولدي. فلو قلت لك أنت هات الميزان في كفتين، والكفة اسمها الرحيل وكفة اسمها البقاء، ضع أسباب الرحيل التي تراها في العلاقة وضع أسباب البقاء لو وجدت. أسباب الرحيل: أتعرض للإهانة، للإهمال، للتجاهل، لعدم الاحترام، للاستنقاص، للخيانة، للخذلان، للكذب، لا هذه أسباب تدعو للرحيل. ضع أسباب البقاء يا أخي. لو تعددت أسباب البقاء، لو كان ناقصها إنك أنت مش راضي، مش لاقي نفسك، لازم تروح تميل إلى كفة الرحيل. لأن بعدين لما يقع المحتوم ويتركونك سيكون الألم عليك مضاعفا. ولكنك عندما تأخذ بهذه العلامات بشكل جدي